بهذا الفيديو راح نستعرض ان شاء الله ردود فعل الاعلام السعودي على مباراه اهلينا والريان يوم الامس اللي فزنا فيها بالثنائيه، اللهم لك الحمد. وراح نستعرض ان شاء الله ردود فعل لاعبينا ووصلات طربيه من مدرج الملوك بعد الفوز والتاهل الى ربع نهائي كاس النخبه الاسيويه، وراح نستعرض ان شاء الله تصريحات رباعي النادي الاهلي رياض محرز، روجر ايبانيز، وجابري فيجا، بالاضافه الى تصريحات ماتياس يايسلا واللي ادلوا فيها بعد المباراه. وراح نتكلم ان شاء الله حول المباراه بكلام فني وغير فني، هامشي وغير هامشي، وحول ما بعد المباراه باذن الواحد الاحد. ولكن قبل هذا كله لازم نسلم عليكم، فيا هلا والله بالملوك، يا هلا والله متابعينا الغاليين بحلقه جديده من شباب كره. بس لا تنسوا لايك، سبسكرايب، تطلع حزمه، ويلا على المقطع. وخلينا وكالعاده نبدا باستعراض ردود فعل الاعلام، ومن ثم ردود فعل اللاعبين، ومن ثم التصريحات، واخيرا الكلام حول المباراه. فيلا بينا على ردود فعل الاعلام السعودي على مباراه الاهلي والريان بلقاء الاياب. نشوف ايش تكلم الاعلام. الاهلي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء على الريان، يعني الاهلي الحين مسجل يعتبر 5 على الريان مقابل هدف وحيد فقط للريان. الاهلي يتجلى بعناصره، بادائه، بجهازه الفني، بلاعبيه متى ما اراد ذلك. ركز لي، باقي اهم تجلي بجمهوره ما في شك. وجمهوره اليوم قاعد يصير اليوم في الملعب مو بعادي والله. صحيح. جمهور الاهلي جمهور جده طبعا عشان ما يزعل علينا، لكن جمهور الاهلي مختلف تماما في الحضور الجماهيري، وخصوصا اذا احتاج الفريق الحضور. يعني ترى في انديه يحضر لها رياض اليوم اعتقد ان رياض مانشستر سيتي، رياض نسخه السيتي امانه. ترى يمكن من زمان ما تشوف رياض بهالفاعليه يعني، وين كان مؤثر دائما، لكن رياض اليوم مختلف تماما يعني ومؤثر. لكن ارجع للجمهور الاهلي، ترى ميزه جمهور الاهلي انا اعتقد انه اللي تميزه يعني عن بقيه الانديه يمكن بما يعني قريب جدا من ايضا شوف جمهور الاهلي. شوف الجمال ما شاء الله. شوف متع ناظريك يا ابو انمار، متع ناظريك عادي صراحه. لا والله لا استمتع يستاهلوا تصفيق والله يستاهلون وجمهور الاهلي ترى يعني انك تمدح جمهور الاهلي ترى لا يعني ما هو استنقاص من جمهور الاتحاد. جمهور الاتحاد جمهور كبير جدا، بس خليني اقول جمهور الاهلي فيه ميزه ما هي موجوده في 99.9 من بقيه جماهير الانديه. اذا احتاجوهم تلقاهم موجودين والله. ينافس على الهبوط، ينافس على الدوري، ينافس على اسيا، وين ما تحتاج الجمهور يحضر تلقاه مقفل الملعب. مبروك للاهلي، مبروك ابو ركان مره ثانيه. جمال المدرج الاهلاوي استمر في البطوله الاسيويه، والجماهير او اللاعبين بادلوا الجماهير هذه المحبه بهدفين. خلاص اكيد ما حنتكلم عن الجماهير، لانه الجماهير هذه اصبحت يعني من غير ما نتكلم مضمون حضورها. الاهلاويين لانه الاهلاويين زي ما قلت انهم عاشقين وليس يحبوا الاهلي، عاشقين الاهلي، وحضورهم دائما يكون فعال، ودائما في جمال، ودائما في تشعر انه عنده طاقه ايجابيه كبيره للاعبين. الاهلي الحقيقه الشوط الاول كان مسيطر وضع فرص عده خطيره على المرمى الدفاعية، يعني لم يوفق المهاجمون فيها. اللي عجبني اليوم انه في تعاون كبير في خط الهجوم للاهلي، ما في الانانيه تشعر حتى في تسجيل الاهداف. شوف التعاون بتسجيل الاهداف بطريقه فيها انه ما في انانيه، وما شعرت انه في كل لاعب هو اللي بيسجل، همم انه الفريق يسجل. وهذا كمان اللي عجبني هدف رياض محرز الاول. انا اعتقد ما في لاعب يقدر يسجل الهدف هذا الا رياض محرز. صحيح. لانه الكوره جاته يعني كان فيها جمله تكتيكيه، وجالين ولعب له باص اوفر في منطقه ضيقه يحتاج تثبيت وتسجيل في نفس الوقت. ما يقدر يسوي الكلام هذا الا رياض محرز. ثبت الكوره ولعبها في الجول بطريقه احترافيه. الحقيقه يعني انا كمان بس في نقطه سمحت لي ابو علي، ابغى اقول على ايفان انتوني. اليوم كان نجم في الدفاع وقليل خطوره وقليل فاعليه في الهجوم. طلع جولين من وسط الملعب، وسط المرمى، ويوري لك انه الادوار الدفاعيه اللي بيقوم فيها المهاجمين حتى جليل وتلاقيه بادوار دفاعيه. يعني فريق بيلعب بتكتيك مدرب، بينفذ تعليمات مدرب، وهذا هو المطلوب، انه يكون هناك في تكتيك وفي التزام في واجبات. عشان كذا الفريق لازم يظهر فنيا اذا طبق كل واحد واجباته في ارضيه الملعب. ابو اميره، ياسلا في المؤتمر الصحفي تحدث عن دور جماهير النادي الاهلي كقوه داعمه للفريق. فنيا قال عندي طريقه جديده او يجب علينا اللعب بذكاء، لدي طريقه لعب سنحاول تطبيقها خلال اللقاء.
طبعا جمهور الاهلي بصراحه يعني له دور كبير في ما يحدث الاهلي الفتره الاخيره والفتره السابقه. بصراحه كان يدعم دعم مش طبيعي ما شاء الله عليهم. هذا جانب اكيد. المدرب ذكاء المدرب من وجهه نظري مفروغ منه في التعامل مع المباريات. تبقى نقطتين: الخوف على فرقنا السعوديه اليوم تخلص منها النصر بتسجيله للهدف مبكرا. الارهاق يعني الله يهديهم الرابطه قبل المعترك الاسيوي عملوا بوكسينج جيمز اللي هي المباريات الانجليز طبعا يسموها بوكسينج جيمز اللي هي مباراه كل 3 ايام في الدوري. عملوها قبل الدخول في المعترك الاسيوي صحيح؟ نعم. يعني ارهقوا فرقنا اللي بتشارك في اسيا وحتى الاتفاق في الخليج والتعاون طبعا في اسيا 2 ارهقوهم. هذه نقطه جدا صعبه. اشوف كل فريق في كل يومين والثالث يلعب، كل يومين والثالث يلعب لهم الان 3-4 اسابيع. هذه تخوف. لهذا على الاهلي ايش مشكلته؟ لما يضيع فرص. يعني حتى المباراه الاخيره امام الخليج ضياع للفرص في اول نصف ساعه شيء غريب. بعد كده الفريق عاد وضح الارهاق على الفريق تماما. لذا على الاهلي بكره واكيد ياسر عامل على هذا الموضوع، وكل مباراه يعمل على هذا انه يسجل مبكرا. على الاهلي انه يسجل مبكرا حتى تنفتح المباراه له ويلعب كما يريد. فوز 3-1 نعم ممتاز، لكن بكره محمود تريزيجيه يعود مع الريان. طبعا روجر جيدز افضل لاعب في الدوري القطري ونجم الريان موجود، فعندهم اسلحه هجوميه. لكن الاهلي لو سجل مبكرا حيرتاح باقي. ابو تركي 3 نقاط على السريع. اولا هذا الجمهور 44,000 كان من الظلم، بل اقول حرام كرويا يعني ان يخرج. لما شفنا الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف 0-0، أن يخرج هذا الجمهور بدون انتصار حتى وإن كان الأهلي شبه ضامن التأهل من الذهاب. هذا رقم واحد. رياض محرز يقدم أداء فني رفيع في المباريات الماضية، لكنه اليوم بامتياز وبماركة رياض محرز يرجح كفة الفريق الأهلاوي. الناحية الثانية على جمهور الأهلي أن لا يلوم فيرمينيو لسبب واحد، هو بعد الحصة الكاملة للاعبين الأجانب ولا يلعب إلا آسيويا، وبالتالي بعيد عن جو المباريات. مبروك للنادي الأهلي قلعة الكؤوس، تلعب على أرضك وبين جمهورك كل الأدوار القادمة. نتمنى أن تكون البطولة تذهب لأحد الأندية الثلاثة أيا كان منهم. أمطري حيث شئت. أنا بالنسبة لي يوم عظيم، يوم عظيم، يوم عظيم. روح لجدة، الأهلي طقطق على الريان 2-0. الأهلي اليوم شفت مدرجات 45,000 في ملعب الإنماء. الأهلي مقدم مباراة كانت في الذهاب في قطر عظيمة. مو معقول عاد في الإياب يجي الأهلي يتعادل مع الريان. يعني لازم تاخذ حقك. أكرمناك هناك ونكرمك عندنا. يعني هي 3 كانت الذهاب استاذ غرمه ولا 2؟ 3 يعني 3 ذبايح هناك وذبيحتين محفوفه في جده. وكأن جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي يقولون اهلا بكم، تعالوا جده، تعالوا جده. مو للريان، الريان قضينا منه. كأنه يقول للكل، يقول ل7 أندية معاه في دور ال8. جيتني في ملعبي وفي أرضي وفي مزاجي، وراح أتوقع يكون جمهور الأهلي علامة لافتة للأنظار. الأهلي لم يحقق دوري أبطال آسيا ولا نخبة آسيا. هذه النسخة سيقاتل الأهلاويين لتحقيقها. يعني إذا ملعب الإنماء كان يشيل 200,000، صدقني لو طرحت 200,000 في التصفيات النهائية راح يحضرون. الأهلاوية سيظلون يضغطون على فريقهم حتى يحقق البطولة. ليلة عظيمة اليوم في نخبة آسيا. خلينا نرجع لمباراتنا اليوم الرئيسية. مباريتين والله كل المباريات رئيسية. مبروك تأهل الأهلي يا أبو خالد. الله يبارك فيك. بس كنت خايف؟ لا طبعا، لا ما كنت خايف. لا الحمد لله الفريق كويس زي وتكلمنا أمس في حلقة أمس وقلنا يعني يايسلا كويس. يايسلا لما بعد على الأخطاء اللي عنده لا ما يبغى يعترف. شوف لازم يبرر لك وكذا. لا بالعكس يا بدر احنا 18 يعني كويس الرجال الآن.
اي اسال الان ما اسال البارح. الان لما انحلت مشاكله الفنيه وحلوا مشاكله الفنيه في التعاقد مع طرف وتعاقد مع ظهير وتعاقد مع محور، لا ساعدوا الرجل بكل امانه. على العموم حاليا الفتره الحاليه جالس يقدم مستويات كويسه مع الفريق، لا يمكن يا بدر نحن نتجاهل يسرى ونقول لك لا هو سيء لا بالعكس، انحلت بعض المشاكل الفنيه عنده وهو عدل اخطائه والحمد لله رجع. الف مبروك للجمهور الاهلي، الف مبروك لهالجمهور الكبير اللي زي ما انت شايف يا ابو بدر اليوم عملوا لوحه رائعه جدا، وهذا الشيء ليس بغريب على النادي الاهلي. الف مبروك لهذا التاهل، الف مبروك للانديه السعوديه انها تاهلت كلها زي ما كنا متوقعين. القادم بامر الله حتشوف تجمع في جده بامر الله سبحانه وتعالى، والبطوله هذه ان شاء الله انها مفصله لاحد الانديه السعوديه، وان شاء الله انها تكون للاهلي. اتمنى انها تكون للاهلي، لانه يا ابو بدر انه النادي الوحيد من الفرق اللي تاهلت اللي كسب في الذهاب والاياب. فالف مبروك للاهلي والف مبروك لهذا التاهل. يوكوهاما ترى فاز ذهابه. يوكوهاما؟ اي يعني انتوا واليابانيين ها؟ والله خطيرين الاهلاويه ها؟ انتوا اليابان ها؟ الليفل حقكم ياباني. طيب فريق الاهلي اليوم تاهل، حقيقه كانت شبه يعني مباراه زفه، يعني الاهلي متاهل من المباراه الاولى ودخل المباراه اليوم بقوته وقوه جماهيره وحقق الشيء اللي كان متوقع. مبروك لفريق الاهلي. عماد السالمي. مبروك لجمهور الفريقين اولا، لانه صراحه كان هم اللاعب رقم 1 وسووا ربكه كبيره للمنافسين في قراراتهم، فهنا اول من يستحق المباركه هذه الجماهير الكبيره سواء للاهلي او حتى للهلال. ايضا النادي الاهلي اشتغل على فكره هجوميه جميله جدا ورائعه طوال 90 دقيقه واستحق الفوز. هنيئا للهلال وهنيئا للاهلي وهنيئا للنصر كذلك، وباذن الله عز وجل نبارك النادي اللي زي ما قلنا للامانه برايي كل يمكن او خلينا نقول اغلب الفنيين يتحدثون عن الاهلي في اسيا هو اكثر الفرق السعوديه اقناع وامتاع ايضا في هذه البطوله. يعني ما اقدر اقول الجمهور، لان الجمهور الاهلي دائما اللوحه اليوم اللي يقدمها الجمهور الاهلي تدل على برضو الراحه النفسيه في التعامل مع الاهلي في اسيا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البدايه نبارك للثلاث انديه الاهلي والهلال والنصر التاهل، وننتظر ان شاء الله نبارك للتعاون ان شاء الله بالفوز اليوم والتاهل ايضا. خليني اروح اول شيء للجمهور اللي انت تكلمت عنه. الجمهور هذا يعني لما تشوف 50 ألف يحضرون في المباراة اليوم يعني شيء صراحة يعني يرفع الرأس. يعني جمهور على كثر ما أنه زعلان من الفريق وزعلان من وضع الفريق في الدوري، إلا أنه الواضح أنه اللاعبين والمدرب وحتى الجمهور تعاهدوا أنه في بطولة آسيا يظهر الفريق بشكل مختلف. نعم. مع الاستمرار، محاولة الاستمرار في أنه يكون في الدوري. تدري إذا كان زعلان أي جمهور انه ما يحضر؟ لا، هو جمهور الاهلي دائما يعني يحضر. يعني الاهلي فعلا مقنع. الاهلي اليوم دخل زي ما قال ابو غلا، يعني ترى الانديه كلها دخلت مرتاحه، وانا سابقا قلت انه انديتنا الثلاثه مرتاحه في غرب اسيا الى الان. شفت تاهل الاول والثاني والثالث والرابع اللي هم كانوا في المجموعات الثقيل قدام. لسه دور الثمانيه هو اللي راح يفرز الانديه وكيف تعامل المدربين مع المباريات. ليش يعني متشائم؟ مو متشائم لانه والله اكرم انا اشعر كذا. والله مو يعني متشائم، مو متشائم. احسك ما تبي تقول كلمه حلوه. ليه؟ يعني ودك تقول وترجع يا جماعه. لا بالعكس، اليوم شيء مو طبيعي يا اخي. مو متشائم يا اخي، في فروقات ما بين الانديه. يعني شوف انت شلون بديت. خليني ابدا بالجمهور، صحيح؟ ايه. ورغم من انه زعلانين طيب الفريق قاعد يسوي شيء في آسيا. انا ما اقول لك الفريق كويس ايه؟ في اسيا، يعني مو بس كويس. شوف اكرم انت تعرف هذا، يعني برضو حضورك انت على المستوى الفني اعرف ومتابعتك. الاهلي مو جالس يفوز وبس، ترى ممكن تفوز في مباراه، تمشي معاك مباراه وتفوز. الاهلي قاعد يمتع الناس وهو يتفرج. والله الكل مستمتع. طيب. بس ارجع واقول لك الانديه في غرب اسيا ما هي ذيك الانديه القويه. انا اقول لك دور الثمانيه راح تبدا المباريات تكون اثقل واصعب على الانديه السعوديه الثلاثه. طيب لو فاز الاهلي بالبطوله هل ترى انها بطوله لا تستحق الاحتفاء بها؟ لا بالعكس. مقياسا او على تقدير انه المنافسين ما كانوا لا بالعكس، بطوله راح يحتفل فيها الكل. ما يخدم يعني وبالعكس انا اقول لك من دور الثمانيه ترى ما يكون واقعي. من دور الثمانيه بتصير صعوبات. يعني الانديه راح تقابل، الحمد لله ان انديه الغرب راح تقابل الشرق. فالاربع الانديه اللي موجوده الان راح تقابل الشرق، وبعد كذا يمكن يصل 3 انديه ان شاء الله، تصل ال3 انديه اتوقع حتى مع السد
الى دور الاربعه خلاص. نعم. بعدها 2 في النهائي أي. ان شاء الله. والبطوله عندنا في جده، يعني يفترض انه هذه فرصه عظيمه لكل الانديه الثلاثه لتحقيقها بالمسمى الجديد. ماجد، أنا ما أقدر أقول عن تأهل الأهلي لدور الثمانية إلا هو ترجمة لعمل كبير في دوري أبطال آسيا للنخبة. بلا أدنى شك. هنا أنا قبل شوي تحدثت عن الهلال والنصر. الهلال بنى شخصيته من عدة سنوات، النصر بنى شخصية في آسيا في السنوات الأخيرة، تحديدا مع حضور لاعبين عالميين تاريخيين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني والعديد من اللاعبين. ولكن الآن الأهلي خلينا نقول أعاد بشخصيته من الموت. الأهلي الذي كان في أوضاع غير خلينا نقول مش غير جيدة، أوضاع سيئة جدا 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 خلال 8 سنوات تحديدا من عام 2018، عاد بشخصية رائعة جدا. خليني أبدأ بالجمهور قبل أي حاجة. الجمهور اليوم كان عامل إيجابي في الرعب. إذا ما تحدثنا عن الرعب اليوم شاهدنا مدرج مرعب جدا جدا. تعامله يعني تشعر أنه ما يستر تعامل في المباراة. بمجرد لاعبي الريان يستلموا الكرة يتم يعني هازيج أو شيء من هذا القبيل في إرباكهم، على العكس تماما إذا كانت الكرة مع لاعبي النادي الأهلي. اليوم المدرج الأهلاوي أعاد لنا شيئا كبيرا من الرعب، ولا أتحدث عن الحضور، الرعب هذه الاستمرارية. كذلك اليوم شفنا جمهور الهلال في استقباله للفريق خارج أرضية الملعب مع الباص النادي. اللي سواه الجمهور اليوم كان عامل إيجابي ومؤثر جدا في تصوري أنه في المباريات المقبلة سيكون وضع ملعب الإنماء سيكون وضعه صعب جدا في استيعاب الجماهير. إذا ما عدنا للمباراة تحديدا مباراة تكريس الشخصية، لا أنا اليوم الأهلي لم يفز فقط، اليوم الأهلي أنا أريد أن أتجبر في هذه المباراة، أريد أن أفرض سطوتي في هذه المباراة. التفت برأسه إلى الخلف، شاهد الوضع، هد الكورة، سواها لب من فوق الحارس. نعم. هذا الهدف عبارة عن درس حقيقي للاعبين. ولكن يعني نتحدث عن يعني رياض محرز اليوم أشوفه قاعد يدافع شيء جيد جدا. هذا اللي احنا محتاجينه. نعم. تغييرات المدرب بعد هبوط مستوى كثير من اللاعبين لياقيا كانت رائعة جدا، وتحديدا مع فراس البريكان. إيجابية ومستويات متصاعدة في البطولة. والله شوف أنا بورط ماجد شوي. هو يقول اليوم جمهور الأهلي، أنا أقول أنا على الأقل يعني اللي أتذكر المباريات للأهلي الجمهور هذا والله أنه يستحق شيء كثير. يعني ما هو دغدغة مشاعر الجماهير الأهلي، لكن أنا ودي أنه يعني إدارة النادي عندها لو تحفز بنقطة واحدة بس، تقول ترى هذا المدرج اللي يحضر لكم ويآزر بكل هذه القوة يبي آسيا. بس لو تقول المحرز والكيسيه أنا متأكد أنهم بيتحفزون، لأن الجمهور يستحق. أنت اليوم شيء مبهر جدا. أوكي جماهير الأندية الأخرى أفهم أنه متواجدة وتشجع، لكن حصلت على هذه البطولة. يا أخي جمهور الأهلي يستحق هذه البطولة. Good Riyadh. Thank you. Let's go fast. On to the next round. Let's go. بالله شنو. قسما بالله شنو. مبروك ديميران حبيبي. Thank you.
طيب هذه كانت ردود فعل الاعلام السعودي، هذه كانت ردود فعل لاعبين شفناها واستعرضناها مع بعض. الان قبل ان نستفيض بالكلام حول المباراه خلينا نستعرض تصريحات رباعي اهلينا، رباعي النادي الاهلي روجر ايبانيز، ماتياس يايسلا، بالاضافه الى تصريحات رياض محرز وجابري فيجا واللي ادلوا فيها بعد المباراه. وخلينا نبدا بروجر ايبانيز. قال روجر ايبانيز: نحن فريق كبير وقدمنا اداء جيد وعلينا ان نركز على ربع النهائي ونحن نتطلع الى ما هو ابعد باذن الله تعالى. يقصد الكاس، يا رب باذن الله تعالى يكون كاس النخبه الاسيويه من نصيب اهلينا. على العموم سئل ايضا روجر ايبانيز من قبل الصحفي السؤال التالي: دائما انت تلعب بكل قلبك وروحك في كل مباراه، ما هو السر في ذلك؟ فأجاب روجر إيبانيز: ألعب كرة القدم وهذا شغف أعيشه بالنسبة لي، أنا سعيد باللعب هنا وهذا ما يجعلني أقدم الأفضل، تعجبني كثيرا أهزوجة إيبانيز ديميرال وأحب الجماهير أيضا. هذه أبرز الأشياء التي صرح فيها روجر إيبانيز بعد المباراة. الآن خلينا نروح نشوف ماتياس يايسلا ماذا قال بالمؤتمر الصحفي وأيضا على حسابه الرسمي بإنستغرام، وخلينا نبدأ بحساباته الرسمية. كتب ماتياس يايسلا على انستغرام: ها نحن قادمون إلى الدور ربع النهائي، فخور بالفريق بعد ضمان الذهاب للدور القادم والحفاظ على سجلنا في اللا هزيمة في دوري أبطال آسيا، يقصد كأس النخبة الآسيوية. دعم جماهيرنا اليوم لا ينسى، معا سنذهب إلى الأمام بإذن الله تعالى. على العموم أيضا صرح ماتياس يايسلا بالمؤتمر الصحفي وقال: كان انتصار مستحق، قدمنا أداء مذهل خلال 90 دقيقة وليلة جميلة بدعم جمهورنا. أيضا تابع ماتياس يايسلا: شعرت بروعة جماهير الأهلي قبل صافرة البداية حتى قلت لمساعديني واو ما شاء الله تبارك الرحمن على جمهور النادي الأهلي، وهذا مو غريب على ملوك المدرجات جمهور خط النار ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا خلينا نستعرض تصريحات جابري فيجا واللي صرح فيها لقنوات الكأس. قال جابري فيجا: علينا الآن أن نفوز على الأخدود وتركيزنا سوف يكون على ذلك ونبقى بنفس المستوى أيضا أمام الاتحاد، بعد ذلك نعاود التفكير في بطولة كأس النخبة الآسيوية. أيضا سئل من قبل الصحفي بيوجه رسالة للجمهور، فأجاب جابري فيجا وقال: كانوا رائعين كعادتهم ولكن علي أن أكون هادئ لأنني لا أؤدي بشكل جيد دائما أو بشكل سيء دائما، أعتقد أنني بينهم أحيانا وبالطبع نحن ممتنون جدا لجماهير النادي الأهلي. بإذن الله تعالى يا جابري فيجا استمر بالعمل ونحن بإذن الله داعمينك، فما نمتلك بهذا الوقت إلا دعم جماهير دعم لاعبينا بالإضافة إلى الطاقم الفني، وهذا أكثر ما يمكن تقديمه بهذا الوقت. الآن خلينا نروح نشوف تصريحات رياض محرز. ماذا قال رياض محرز بتصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة وأيضا اللي صرح فيها لمجموعة قنوات الكأس. قال رياض محرز بالمؤتمر الصحفي: مباريات خروج المغلوب دائما تكون صعبة والحمد لله استغلينا الفرص وحققنا الفوز. دعم الجمهور يساعدنا كثيرا ونحتاج جماهيرنا خلال الأدوار النهائية من البطولة. إقامة الأدوار النهائية في جدة سيساعدنا وسنقدم كل ما نملك لتحقيق بطولة كأس النخبة الآسيوية. يجب أن نفكر بهذه العقلية، نريد تحقيق شيء كبير للنادي الأهلي هذا الموسم. هذا ما قاله رياض محرز: نريد تحقيق شيء كبير للنادي الأهلي في هذا الموسم، يا رب بأنك تجعل بطولة كأس النخبة الآسيوية من نصيب الأهلي. عموما تابع رياض محرز تصريحاته وصرح لقنوات الكأس التالي. قال الصحفي سأل الصحفي رياض محرز قال له: ما رأيك بجمهور النادي الأهلي اليوم؟ فأجاب رياض وقال: رائعون حقا، رأيناهم من قبل المباراة كانوا كثيرون وهذا ما نحتاجه في المباريات المقبلة، نحن نحاول تحقيق إنجاز بنهاية الموسم. للمرة الثانية رياض محرز يصرح بهذا التصريح واللي هو نحن عازمون بتحقيق الإنجاز بإذن الله تعالى بهذا الموسم. فكل الدعم لك يا رياض محرز وكل الدعم للاعبينا وكل الدعم لمدربنا، وبإذن الله تعالى وبحول الله تعالى سنحقق هذا اللقب بإذن الواحد الأحد. الآن كل ما علينا هو الهدوء ودعم لاعبينا والمدرب ومن ثم التفكير في الخطوة التالية سواء كانت المباراة بالدوري أو ببطولة كأس النخبة الآسيوي. على العموم هذا ما قالوا لاعبينا، هذا ما قالوا مدربنا. الآن خلينا نتكلم حول المباراة. لازم نضيء ونعرج بشكل هامشي على شيء لازم بأنه يتم التسليط عليه واللي هو لاعبين لم يتم تسليط الإضاءة الإعلامية عليهم على الرغم من أنه
هم كانوا فاعلين جدا بالنادي الاهلي، وايضا في مستجدات عليهم، وانا اتكلم عن فرانكيسي بالاضافه الى ماثيو دامس. فرانكيسي ما شاء الله تبارك الرحمن بمباراه اليوم ذكرنا بمباريات فرانكيسي بالموسم الماضي، عندما كان فرانكيسي ما شاء الله تبارك الرحمن تأثيره كبير وكبير جدا على المنظومة الأهلاوية. فعلا فرانكيسي بمباراتنا يوم الأمس مع الريان كان تأثيره كبير جدا، ما شاء الله تبارك الرحمن كان مستواه رائع ورائع جدا. شفنا فرانكيسي اللي يتحرك بكامل أرجاء الملعب، يركض بيمينا وشمالا، وما شاء الله تبارك الرحمن ما يدخر أي مجهود. فيجب الإضاءة على هذا الموضوع، ويجب العمل والبناء أيضا على هذا الموضوع من قبل فرانكيسي ومن قبلنا نحن كجماهير بدعم فرانكيسي أو ببطولة كأس النخبة الآسيوية. الآن بما يتعلق بالمباراة لازم نضيع على شيئين بشكل هامشي صار في مباراتنا الماضية، ولكن لازم بأنه يتم الإضاءة عليه، واللي هو موضوعين ولاعبين كانوا فاعلين جدا ما شاء الله تبارك الرحمن بالمباراة، ولكن لم ينالوا حقهم من التسليط الإعلامي، واللي هو ماثيو دامس بالإضافة إلى فرانكي كيسي. ما شاء الله تبارك الرحمن فرانكي كيسي بدأ يستعيد مستواه. فرانكي كيسي بمباراتنا يوم الأمس مع الريان ذكرنا بفرانكي كيسي الموسم الماضي اللي يتحرك بكافة أرجاء الملعب، اللي ما يدخر أي جهد بإعطائه للفريق، اللي ما شاء الله تبارك الرحمن يكون فاعل ومؤثر بوسط ملعب النادي الأهلي، اللي يربط ما بين الخطوط، اللي الدينامو اللي يحرك الخطوط، اللي يسرع الرتم، اللي يبطئ الرتم، اللي يعمل كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. فعلا فرانكيسي كان بمباراتنا يوم الأمس مع الريان فاعل جدا بوسط ملعب النادي الأهلي، سواء دفاعيا وحتى على مستوى بناء الهجمات. ويجب العمل والبناء من قبل فرانكيسي على هذا الموضوع، وأيضا من قبلنا نحن كجماهير على دعم فرانكيسي من أجل الاستمرار بالعمل للعودة إلى مستواها الطبيعي بإذن الواحد الأحد. هذا بما يتعلق بفرانكيسي، لكن أيضا ماثيو دامس ما شاء الله تبارك الرحمن بمباراتنا يوم الأمس مع الريان، اللي لاحظ تحركاته ولاحظ لعبه كان منضبط على أكبر مستوى، على الرغم من أنه اللاعب صغير في السن. نحن من الطبيعي أنه يكون اللاعب منضبط، أصلا إذا اللاعب مو منضبط هذا مو لاعب ولا يصلح بأنه يكون لاعب محترف، ولكن إحنا قاعدين نعرج على هذا الموضوع على ماثيو دامس على وجه الخصوص، عطفا على صغر سنه، عطفا على قلة الخبرة الموجودة فيه، إلا أنه اللاعب ما شاء الله تبارك الرحمن عقله نظيف، عقله احترافي، وعقلية ما شاء الله تبارك الرحمن على أعلى مستوى. وأكبر ما يثبت على هذا الشيء واللي هو الانضباط اللي شفناه من ماثيو دامس ما شاء الله تبارك الرحمن بالمنظومة الأهلاوية، اللي أعطت دفعة كبيرة للمنظومة الأهلاوية دفاعيا، وأيضا بما يتعلق بالبناء، لأنه فعلا نحن نحتاج لاعب قادر على اللعب بالقدم بشكل جيد، كونه نحن ما نمتلك لاعبين كثير بالخلف قادرين بأنه يلعبون بالقدم، وماثيو دامس ما شاء الله تبارك الرحمن يمتلك هذه الميزة. نحن ما نمتلك غير لاعبين واللي هو فرانكيسي بالإضافة إلى روجر إيبنز قادرين بأنه يلعبون بالقدم بشكل جيد، لأنه ديميرال والأظهرة ما هم قادرين على إعطاء هذه الميزة، إلا أنه ماثيو دامس بإذن الله تعالى راح يضيف لنا هذا ويدعم هذا الموضوع بما يتعلق بالبناء من الخلف بوجود ماثيو دامس وبقدرة ماثيو دامس على اللعب بشكل جيد بأقدامه. هذا بما يتعلق بمباراتنا الماضية، لكن الآن خلينا نروح ونتكلم بشكل سريع حول بطولة كأس النخبة الآسيوية وحول الاحتمالات القادمة وحول موعد قرعة دور الثمانية بحول الله تعالى. أول شيء موعد القرعة راح يكون بإذن الله تعالى بتاريخ 17 من هذا الشهر الثالث، واللي هو يصادف 17 رمضان أيضا بحول الله تعالى راح تجرى قرعة دور الثمانية من بطولة كأس النخبة الآسيوية. الاحتمالات أو المتأهلين من منطقة الغرب واللي هو النادي الأهلي ما شاء الله، بالإضافة إلى نادي الهلال ونادي النصر ونادي السد. أما من مجموعة الشرق فتأهلوا إلى حد الآن ناديين، واللي هو نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، بالإضافة إلى نادي تايلندي اسمه بوري رام يونايتد، تأهلوا وتم ضمان تأهلهم إلى دور الثمانية. ولكن بقوا نادي شنغهاي شينهوا الصيني، بالإضافة إلى نادي ياباني اسمه كاوازاكي فرونتال، بالإضافة إلى نادي في سيل كوبي، بالإضافة إلى جوانجو الكوري الجنوبي. هذول الناديين لم يتم ضمان تأهلهم بعد، ويوم الغد بإذن الله تعالى سوف يحسم التأهل. وبالتالي نحن الآن بين هذول الست أندية، إذا نحن الست أندية هذول من المحتمل بأن نواجههم بدور الثمانية بحول الله تعالى. راح أحط أسمائهم بالإضافة إلى جنسية النادي على الشاشة بحول الله تعالى. بما يتعلق بدور الثمانية والأدوار الإقصائية كلها راح تكون على ملعبنا بحول الله تعالى بملعب الانماء بمدينة جدة. ولازم نتذكر، وإذا رجعنا خطوة للخلف بالتصريحات راح نشوف بأنه المدرب ماتياس يايسلا بالإضافة إلى رياض محرز صرحوا بالحاجة إلى حضور الجماهير ووجودهم ودعمهم ومؤازرة الكيان بالمباريات، وبالتالي هذا يقع أيضا على عاتقنا نحن كجمهور، لأنه اللاعبين ولاعبينا ومدربنا قاعدين يطلبون بالحرف
مؤازرتنا، ولازم بأنه نتواجد بكثافة كما تواجدنا اليوم وكما هو عادة جمهور النادي الأهلي، ولكن يجب بأنه نبقى حاضرين، ولكن يجب أن ندرك بأنه عملنا وحضورنا ومؤازرتنا هذا له تأثير على اللاعبين، له تأثير على المدرب. وأكبر دليل على كلامي واللي هو طلب المدرب واللاعبين بالمؤتمر الصحفي بشكل واضح وصريح بالحضور الجماهيري والمساندة والدعم، لأنه هذا فعلا له تأثير على أرضية الملعب. وهذا يعطينا أيضا عامل إضافي وميزة إضافية، لأنه الأدوار الإقصائية بإذن الله تعالى راح تكون على ملعبنا. فالهمة يا جمهور الملكي بإذن الله تعالى، بحول الله تعالى يكون هذا اللقب من نصيبنا بحول الله تعالى وبإذن الواحد الأحد. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون فيديونا إعجابكم، أتمنى يكونوا فوق وضعيه. لا تنسون تصلون على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والأعين والبوصلة تتجه إلى مباراتنا القادمة بإذن الله تعالى بالدوري مع الأخدود، فأن الفوز بجميع مبارياتنا بالدوري وبالنخبة وبجميع الألقاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.